السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معاكم فيري. هنعمل النهاردة الترش البلدي بطريقة سهلة وبسيطة جدا جدا، ما بياخدش وقت. بتطلعي طبق مخل برطمان ترشي بلدي جميل جدا وانضف واحلى من بتاع بره، وفي نفس الوقت نفس الشكل زي ما انتم شايفين اهو، ما يفرقش عن اللي انت بتجيبيه من بره حاجة، زي ما انتم شايفين. وتقدري تكتري الهريسة الحمراء. انا زي ما انتم شايفين حطيت الكمية ديت. وبعد كده وكمان لما بيجي اطلعه بقى في طبق بحط كمان عليه شويه وبقلبهم في بعض. عايزه اقول لكم بيبقى جميل جدا، احلى واجمل من اللي بتشتريه من بره. وزي ما انتم شايفين ما بيكلفكش كتير، وكمان بتبقي ضامنه ان هو حاجه نظيفه 100%. ان شاء الله الفيديو النهارده يكون بسيط ويعجبكم. يلا مع بعض نشوف طريقه الترش البلدي بتاعنا هنعملها ازاي. يا حبايبي بقى المقادير اللي هعمل بيها الترش البلدي المشكل اللي احنا بنشتريه من بره. زي ما انتم شايفين انا معايا خيار اهوت مقطعاه اهو، زي ما انتم شايفين. قطعيه بقى بالشكل اللي يعجبك. ومعايا قرنبيط زي ما انتم شايفين. بصوا انا مقطعاه صغير كده زي اللي بتشتريه من بره اهو، شايفين عامل ازاي. تقطعيه بالشكل دوت كده. ومعايا كمان جزر اهو زي ما انتم شايفين، انا برضو مقطعاه زي اللي بنجيبه من بره اهوت. ومعايا لفت اهو، بس انا للاسف ما لقيتش لفت، فده انا لسه جايباه بقاله 3 ايام، فاضطريت بقى ان انا هخرجه احطه معاهم عشان انا ما لقيتش لفت جديد عشان اعمل بيه. فكده كده ده لسه بقاله يوم 3 ايام ما كملش يعني، فهعمل بيه. ومعايا زي ما انتم شايفين هريسه الشطه الحمراء اللي هو الفلفل الاحمر، بجيبه واضربه في الخلاط واطلع منه الهريسه دي زي ما انتم شايفين كده. خلاص كده يا حبايبي. هنعمل ايه بقى؟ هنجيب دلوقتي كده طبق كده، بوله كبيره كده او حله بقى او اي حاجه عندك كبيره. خلاص. وهنبتدي بقى ننزل بقى ايه بمقادير اللي عندنا ديت. هي الخيار، وادي القرنبيط، وادي الجزر اهو. شايفين هتبقي محتاجه طبعا حاجه كبيره، لان شايفين دي كمان اهي مش مكفيه. هضطر اجيب بوله تانيه اهو. انا جبت بوله تاني عشان تاخد معايا الكميه اهي، اوزعها على طبقين. هحط بقى هنا نص كميه اللفت كده اهو زي ما انتم شايفين، وهاخد نص كميه الجزر اللي هنا احطها كمان هنا، عشان عايزه ان انا اخلطهم طبعا في بعض واقلبهم على بعض اهو. وهاخد برضو قرنبيط واحطه هنا بالخيار زي ما انتم شايفين كده، عشان خاطر اعرف ان انا اقلب حاجتي كلها على بعض اهو 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 بالشكل ده كده اهو. وحطيت بقى اللفت اللي فاضل هنا عندي اهو. كده بقى عندي طبقين اهوت من الترش المشكل البلدي زي ما انتم شايفين. نبتدي بقى نقعد نقلبه كده زي ما انتم شايفين اهو بكل سهوله اهو. التاني برضو هعمله كده نفس النظام برضو كده اهو اهو. وهبتدي بقى اجيب الهريسه بتاعتي اللي انتوا شايفينها، وهنزل بنصها هنا، وهنزل بنصها برضو هنا في الطبق التاني البوله التانيه اهي زي ما انتوا شايفين اهو. طبعا هنزل كل اللي في الطبق دوت اهو اهو. وابتدي برضو اقلب زي ما انا عملت، امسك بوله بوله برضو وابتدي اقلبها كده بالشكل ده اهو كده اهو. شايفين بصوا بقى كلها، بصوا ابتدت هتتخلط بالشطه الحمراء او الهريسه الحمراء ازاي اهي. شايفين بصوا بقت عامله ازاي اهو كده. هجيب برضو الطبق التاني برضو وابتدي برضو اعمله كده عشان خاطر ان هو يختلط بالهريسه الحمراء اهي. ابتدي بصوا اعملها على كله كده اهو اهو.
شايفين كده اهو، بصوا كده اتهرست ازاي. هعمل بقى ايه في المرحله دي؟ هبتدي بقى اجيب البرطمانات بتاعتي عشان اعبيها، وقبل ده كله لازم اكون غاليه ميه يا بنات وسبتها تبرد. المخلل عشان تضمني المخلل يبقى نضيف معاكي وما يخسرش منك ويقعد معاكي مده طويله. اهم حاجه اللي انت تعمليه بميه مغليه وتسيبيها لما تبرد. ما ينفعش عشان ميه الحنفيه انتوا عارفين بيبقى فيها كلور وفيها المواد طبعا اللي بيحطوها في شركه الميه عشان خاطر يطهروا الميه. فالحاجات المواد اللي بتبقى فيها دي ممكن بتبوظ لنا المخللات. فاحنا عشان نضمن ان المخلل يبقى سليم نغلي ميه ونسيبها لما تبرد، وبعد كده بقى نحط لها الملح ونحطها للمخلل. يلا بقى نحط في البرطمانات ونشوف هيبقى شكله ايه. اهو يا حبايبي البرطمانات بتاعتي جهزتها اهوت. هجيب بقى اول برطمان كده معايا وابتدي بقى زي ما انتوا شايفين كده، ابتدي بقى ايه اعبي المخلل بتاعي اللي انا عملته. عايزه اقول لكم بقى بيبقى جميل قوي في البيت لما تعمليه، ونظافه بقى مش عايزه اقول لك احلى من اللي بتشتريه من بره 100 مره، وبتبقي ضامنه نظافته وبتبقي ضامنه انت عاملاه ازاي وحكماه وقافلاه ونضيف، بيبقى زي الفل. وهو وبنفس الطريقه اللي بره ونفس الشكل اللي بره. يعني انت بقى هتقولي لا بتاع بره احلى من بتاع البيت، لا مش احلى منه. اهو انت بتعمليه زيه، وزي ما قلت لكم بتقدري تعمليه. والشكل ده اللي انتوا شايفينه بتاع المخلل اللي هو دوت المشرشر دوت، طبعا كلنا دلوقتي عارفين هي هجيب لكم القطاعه دي اهيت بتتباع في اي مكان وب7 جنيه ونص. يعني في اي محل بتاع مستلزمات الادوات المنزليه بيتباع ب7 جنيه ونص، وممكن تلاقيه في السوق كمان اي حد قاعد بيه. يعني موجود في اي مكان، مش حاجه يعني عويصه. اهو بيديكي نفس الشكل بتاع بره. والخيار والقرنبيط اهو قطعيه صغنن زي ما انا وريتك اهو. يعني شايفين اهو زي اللي بتجيبيه من بره بالظبط. شايفين اهو. يعني كل حاجه في ايدك اللي انت تعمليها وتطلعي نفس الحاجه اللي بتشتريها من بره واحلى كمان. اهو نعبيه بقى كده في البرطمانات لحد ما نملى البرطمانات بتاعتنا ونشوف هنعمل ايه. بصوا يا حبايبي بقى الميه عشان انا هحطها واحط لها الملح واسيبها تبرد. بصوا هنعد كام كوبايه عشان الملح. ادي كده 1، ادي كده 2، كده 3، كده 4، ادي 5، ادي 6، ادي 7. يعني هم يعتبروا هنقول 7 كوبايات. خلاص 7 كوبايات ميه. هنحط لهم بقى الملح بتاعهم، وهنحط لكل كوبايه ميه هنحط لها معلقه ملح كبيره. خلاص اهو زي ما انتوا شايفين كده كل كوبايه هنحط لها معلقه ملح مليانه كده. دي 1، ادي كده 2، كده 3، كده 4، كده 5، كده 6، كده اهو 7. خلاص ده كده الملح بتاعي اللي انا ايه حطيته للمخلل بتاعي اهو. انا حاطاه في نفس الطبق عشان ياخد الهريسه الدقه الحمراء ديت بدل ما اغسلها وارميها. لا انا قلت اخليها في الميه عشان ايه تنزل في الميه بتاعه المخلل. وهنقلب الميه المملح ديت وهنسيبها بقى لما تبرد عشان انتوا شايفين طبعا هي لسه سخنه اهيت. ما ينفعش طبعا احطها وهي دلوقتي كده. هسيبها لما تبرد وبعد كده هنحطها للمخلل ونقفله بقى ويبقى كده عملنا احلى مخلل. هنسيبها بقى تبرد وبعد كده هنحطها. اهي بقى يا حبايبي بعد الميه ما هديت هبتدي بقى احطها في البرطمانات بتاعه الترش البلد اللي احنا عملناها دي اهي. ونجيب التاني برضو اهو. زي ما انتوا شايفين نملاهم على الاخر عشان المخلل تبقى الميه مغطياه كله اهو. نغطيه كده على الاخر زي ما انتوا شايفين. لازم الميه تبقى بصوا واصله لاخر البرطمانات. نقفلهم بقى كويس. وعندي كمان شويه اهو
حطيتهم في علبه صغيره زي ما انتم شايفين عشان ما عنديش برطمانات تاني فاضيه، كلها مليانه مخللات. هنحطهم بقى هنا كده اهو. هجيب شويه بقى صغيرين من الحنفيه اهو زي ما انتم شايفين، نحطهم عليهم اهو وخلاص كده، ونقفله اهو بالشكل ده يا حبايبي. زي ما انتم شايفين خلصتهم وقفلتهم بالشكل ده زي ما انتم شايفين اهو. اهو تقفليهم او تحكميهم قوي وتحطيهم بقى على الرخامه، او ممكن تحطيهم في التلاجة لو انت مش مستعجله عليهم. مفيش اي مشكله زي ما انت عاوزه. وزي ما انتم شايفين بقى اهو، بقى عندي احلى ترشي بلدي اهو. شايفين اهو مشكل اهو في كل حاجه زي ما انتم شايفين. ولسه بقى لما بيتخلل كمان بيبقى حلو قوي اهو زي ما انتم شايفين اهو. اهو بقى عندك احلى برطمانين ترشي بلدي، احلى كمان من اللي بتشتريه من بره وانضف زي ما انت شايفه كده اهوت. وعملناه بكل سهوله وما خدش مننا وقت خالص خالص. ان شاء الله بقى بتمنى ان الفيديو يعجبكم ان شاء الله. وما تنسوش بقى، انا عجبكم الفيديو اعملوا لي سبسكرايب في القناه واعملوا لي لايكات بقى كتير عشان خاطر الفيديو يترفع. وان شاء الله بقى نتقابل مع بعض في فيديو جديد ان شاء الله مع فاري.